في ناس كتير فاكرة ان اللغات القديمة زي السي مجرد بيزكس ضروري نتعلمها، بس هنركنها دلوقتي ونركز على اللغات المتقدمة زي البايثون. اصل لغة متقدمة معناها اكيد ان انا هشتغل في حاجة جديدة وقوية ومتطورة. مش انتي قلت لنا ان الذكاء الصناعي والماشين ليرنينج بالبايثون؟ اتعب نفسي ليه في السي؟ ما اشتغل بالبايثون ولا الجافا، وكده كده هما لغات سهلة مش معقدة زي السي. الحقيقة ان في ناس كتير جدا بتهمل اهمية السي، او يعني بتشوفها حاجة كده زي جيل قديم عدى عليه الزمن وخلاص، يعني خرج منه اجيال جديدة وخلاص. بس يجيلك فجأة مجال يبطل كل الكلام ده عن السي، ويقول للناس ان السي لا زالت مهمه وهتتعلمني وهتحترفني غصب عنك، والسي تطلع لك لسانها كمان. المجال ده هو الامبيدد سوفت وير انجينيرنج، وهو موضوع حلقتنا النهارده باذن الله. هتعرف ايه هو المجال ده وقد ايه هو مهم في ظل التطور الرهيب اللي احنا فيه، وازاي تتعلمه وتنمي نفسك فيه وتشتغل بيه باذن الله، وليه خريج حاسبات هو المناسب للوظيفه دي عن جداره. فلو اول مره تشوفني انا ندى حسن، لو شفتني قبل كده وعجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. هسألك سؤال: هل تقدر دلوقتي تستغنى عن الموبايل اللي في ايدك بامكانياته الحاليه؟ بلاش الموبايل، هل تقدر تستغنى مثلا عن اي جهاز منزلي متطور زي غساله الهدوم مثلا؟ هل تقدر بعد ما خلاص بقيت ترمي الهدوم في الغساله والغساله بقى هي اللي تغسل وتشطف وتعصر، احيانا تجفف، ناقص تنشر، يعني يا ريت تنشر، هل تقدر بعد كل ده ترجع للغسيل اليدوي؟ الاجابه اكيد لا. الامبيدد بقى هو ورا كل الاجهزه الالكترونيه اللي ممكن تشوفها حواليك دلوقتي، او كل حاجه آلية بتعمل وظيفه من نفسها او متبرمجه على اداء وظيفه معينه بدون تدخل بشري. بص بقى حواليك بدايه من الموبايل اللي في ايدك لغايه الروبوتس اللي مجننه العالم دلوقتي. طب ايه هي فكره الامبيدد؟ ازاي الامبيدد ده هو السبب في ان غساله الهدوم تعمل كل ده دلوقتي لوحدها مثلا؟ الامبيدد قال لك انا هنجيب لك كمبيوتر صغير اللي هو اسمه مايكرو تشيب، هوصل عليه شويه هاردوير اليمنت زي شاشه، موتور، لمبه، حساسات حراره، اي هاردوير اليمنت، وانا بنفسي ابرمج الكمبيوتر الصغير ده بحيث يتواصل مع شويه الهاردوير اليمنتس دي. طيب هكلمها ازاي؟ انا بكلم اي كمبيوتر بلغته، بلغه الكود. انا بكتب على الكمبيوتر ده كود، والكود ده بيتنفذ لما بعمل البرنامج ده رن وينفذ اللي انا عايزه. مثال بسيط جدا: عارف انت النور اللي لما تسقف يطفي ولما تسقف تاني يشتغل؟ ما هو ده مش سحر، هو بمنتهى البساطه انت لما سقفت في حساس او سنسور انت كنت موصله على الكمبيوتر لقى تغير في قرايات موجات الصوت اللي عنده، وانت كنت مبرمجه بنفسك ان لما القرايات دي تتغير مره ينور، ولما القرايات تتغير تاني مره يطفي. لو حاسس ان الكلام ده منعبك شويه استنى شويه وهتفهم معايا باذن الله. بس خليني في الاول اجاوب على سؤال: ازاي انا كمبرمج في المجال اقدر اعمل الكلام ده؟ وليه قلت لنا ان السي هي اللي تقدر تعمل ده بسهوله؟ كل مايكرو تشيب او كل كمبيوتر بيبقى جواهم مجموعه كده عباره عن ما يسمى بالريجسترز. الريجسترز دي بدون دخول في تفاصيل كتير هي عباره عن اماكن كتير جوه الذاكره بتاعه الكمبيوتر، انت بتقعد تكتب فيهم اصفار وحايد، بناء على الاصفار والوحايد دي يا اما الكمبيوتر يدي اشاره كهرباء تخرج على اللي انت موصله، يا اما يدي اشاره تفصل عنه الكهرباء. ليه الاصفار والوحيد بالذات؟ لان الكمبيوتر ما بيفهمش غيرهم، هو بيفهم بس يا صفر يا واحد. وعشان تفهم اكتر تيجي نطبق حاجه على مثال عملي مثلا زي الغساله. انا خلاص كمستخدم شغلتها واخترت برنامج غسل معين، المبرمج ده كان قال للبرنامج بص انا عايز اول حاجه تشتغل هي الميه، بديهي لازم يعني عشان الهدوم تتغسل الهدوم دي تغرق ميه، بعدين تحط صابون على الهدوم، وبعدين الهدوم دي تتعجن في بعض عشان تتغسل، وبعدين نغسلها من الصابون وبعدين تتعصر وهكذا. فاول مرحله اللي هي الشطف دي رحت انا كمبرمج كتبت واحد في المكان اللي بتوصل بالموتور المتوصل بترمبه سحب الميه عشان ادي الترمبه دي كهرباء تشتغل، وبعدين عملت نفس الكلام في اللي متوصل بالترمبه اللي بتدي ميه للرشاش اللي بيرش ميه على الهدوم. وفي نفس الوقت ده انا كنت قايل اللي متوصل على الشاشه بتاعه الغساله انها تكتب على الشاشه اول باول الغساله دي بتعمل ايه جوه، وبعدين بقى كررت الاوامر دي بنفس الطريقه وبدي اشارات كهرباء لمختلف المعدات جوه الغساله بحيث خلاص تخلص كل مهمتها وتكتب لك في الاخر اند. فهمت بقى انت كمهندس امبيدد مطلوب منك ايه؟ انت بتكلم الغساله حرفيا تعمل ايه وما تعملش ايه بدون تدخل نهائي من المستهلك، هي بتعمل ده بشكل اوتوماتيك عن طريق تنفيذ الاكواد اللي انت اديتها لها. برمجت الكمبيوتر الصغير اللي معاك ده، قلت له في الوقت المحدد ده انا هدي كهرباء للجزء ده، وفي وقت معين هفصل عنه الكهرباء، في وقت معين هكتب حاجه على الشاشه، وقت معين همسحه، فبالتالي يخرج من تحت ايدك البرنامج اللي قادر يشغل الغساله، والمستهلك يبقى فرحان كده ان هو معاه حاجه متطوره بتنجز الحاجه من نفسها بدون اي تدخل منه. طب ننتقل بقى ليه السي هي الانسب؟ لو فاكر في حلقه تعريف كليه حاسبات انا قلت لك ان السي فيها حاجه مميزه مش موجوده في اي لغه ثانيه، وهي ان انت بتاكسس الذاكره بتاعه الكمبيوتر بشكل مباشر عن طريق ما يسمى ببوينترز. اهي البوينترز دي ميزه موجوده في السي بتسمح لك انك انت تقدر تكتب في الميموري الاصفار والوحيد اللي قلت لك عليها. هي لغه قريبه جدا جدا من الهاردوير، وباذن الله هعمل لك ريل مفصل بشرح لك فيه ايه الفرق بين السي مثلا والبايثون، وليه اصلا السي قريبه من الهاردوير وافضل من البايثون في الابلكيشنز اللي بتتعلق بالميموري. اكيد انت فهمت معايا ان الغساله هي مش الابلكيشن الوحيد اللي الامبيدد داخل فيها. قيس بقى مثال الغساله على اي حاجه بتشتغل لوحدها، بتقول الو حرفيا لوحدها، الحاجات دي متبرمجه على كمبيوتر صغير مهندس الامبيدد هو اللي برمجها. بالتالي انا مش محتاجه اقول لك اهميه الامبيدد في سوق العمل عامل ازاي، انت بالامبيدد ممكن توصل لمجال تصنيع الروبوتس اللي من اقوى حاجه تكنولوجيه موجوده في العالم حاليا. الامبيدد مجال حقيقي قوي جدا. طب ننتقل بقى ازاي تبقى مهندس امبيدد.
بس دي اول حاجه هتتعلمها هي لغه السي، وتشد فيها نفسك كويس قوي، خصوصا الجزء اللي بيتعلق بالبوينترز، واللي هو الجزء اللي بيعتمد عليه الامبيدد بشكل اساسي، والحقيقه هو ارخم جزء. بس لو فهمته باذن الله الباقي سهل. بعد ما تخلص جزء السي انت بتوظف اللغه اللي انت اتعلمتها. هتوظف السي في كتابه اللايبرز الخاصه بكل هاردوير اليمنت انت موصله، او كل اليمنت انت موصله هيأدي وظيفه انت عايزها. ومن اول جزء توظيف اللغه فانت للاسف نادرا جدا جدا ما هتلاقي كورس ببلاش يعلمك الحته دي، ولكن ممكن ارشح لك اماكن زي الاي تي اي الخاص بوزاره الاتصالات، ومعهد الام تي اي، وكورس باشمهندس احمد عبد الغفار، هو كورس اونلاين بس الحقيقه قوي جدا. في الجزء ده مطلوب منك تتعلم حاجه اسمها ريال تايم اوبريتنج سيستم، ودي مهاره متطلبه في اي وظيفه هتلاقيها في الامبيدد. هتتعلم حاجه اسمها كوميونيكيشن بروتوكول، وده جزء بتتعلم فيه ازاي كمبيوتر صغير بيتواصل مع كمبيوتر صغير تاني، لانك مش هتلاقي ابدا ابدا جهاز موجود قدامك معتمد على كمبيوتر واحد. مهم طبعا تتعلم ازاي تختبر الكود بتاعك وتعمله ديباج. الديباج بيسمح لك تعرف لو في مشكله في الكود تعرف هي فين بالظبط، بيخليك تحلل الكود بشكل كويس قوي، ودي مهاره مهمه جدا. مهم طبعا تطبق عملي على اللي انت اتعلمته، وده عن طريق استخدام السيميليتورز زي برنامج بروتوس اللي بيخليك تكريت الادوات اللي انت تستخدمها وتشوف نتيجه الكود بعينك. مهم جدا جدا تعمل بروفايل جيت هاب، وده ممكن نعمل عنه ريل صغير، بس هو عباره كده عن بروفايل فيه خبراتك كمبرمج، يعني انت بتسوق لنفسك من الاخر. والجيت هاب ده اساسي في التقديم لاي وظيفه برمجه. مش هكدب عليكي المجال ده صعب قوي تتعلمه سيلف ستادي، ومهم اصلا تاخده مع حد علشان ده اللي هيضمن لك انك انت لو وقفت حاجه تعرف تسال فيها. بس هو مجال كبير جدا ومطلوب جدا ومهم جدا جدا. ليه بقى خريج حاسبات هو الانسب للوظيفه دي بجانب مهندس الاتصالات او مهندس ميكاترونكس؟ لان هما الاثنين بيبقوا دارسين هاردوير وبيبقوا عارفين مكونات كل سيستم هاردوير، ودي مهاره مطلوبه جدا جدا لا تقل اهميه عن مهاره الكود، واللي برضو بيتعلموها جوه الكليه، فبتساعدهم ان هم ينجزوا في الكورس ده عن غيرهم اللي بيعملوا شفت كارير للمجال. شفت بقى الكليه دي مهمه ازاي؟ فبس كده، ده كان كلامنا عن وظيفه من الوظائف المهمه جدا جدا في سوق العمل. اكتبوا لي في الكومنتات اي اسئله جت على بالكم هرد عليكم باذن الله، وقولي حابين اتكلم عن ايه تاني باذن الله قدام. وفي النهايه ما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتشيروا الحلقه مع اصحابكم عشان يتعرفوا على القناه وعن الكليه يمكن يستفادوا باذن الله، وفعلوا زر الجرس طبعا عشان يجيلكم كل جديد. بس كده، سلام عليكم.